شايفين اتحمر معايا اهو. عادي احمره خالص براحتي كل ما يتحمر ويتشوح كده في الحاجات في الزبده الفلفل الاسمر والتوابل بتاعتها. احمره نرجع نشوف الخلطه بتاعتنا تاني كده. بقى التوابل اللي احنا حطيناها دي بتنزل بقى زي ما احنا عارفين، بتنزل الميه بتاعتها، تعمل لي احلى صوص، تعمل لي صوص جميل في الشوربه، بتخلي الشوربه طعمها جميل. افضل اقلب كده لحد ما الطماطم والبصل ينزلوا ميتهم خالص، واحس ان الفرخ كده اتشوحت فيهم 100 كده، اقوم بقى حاطه الميه السخنه بتاعتها. ونرجع تاني للحمام. بحط ميه لازم تسخن قوي على النار، وبصل وطماطم والفلفل والملح بتاعنا، وبعد كده بحمر الحمام في طاسه لوحده، وبعد كده بحمره حلو قوي، وبعد كده بسقطه في الميه المغليه. دي تنفع وكده كمان على فكره، طعمه برضه هيبقى جميل، مش هيتهدر مني اهو ولا اي حاجه. انا كده طبعا انا حمرته التشويحه اللي انا شوحتها دي جميله جدا، كأني بشوح الفرخ بس او بط او اي حاجه عندي بشوحها. اي الطريقه ديت لو جربتوها في كل اللحوم هتنفع معاكم جدا، وهتبقى طريقه جميله، والشوربه بتاعتي هتبقى جميله جدا في الاكل.
حبيت ان انا افصل الحمام عن البط عشان ديت شربتها طبعا انا اشربها، ودي برضو ممكن شربتها نعمل اي حاجه، شربتها الحمام عندي بتصير كده. ولسه ايه بشوح في الصوص اللي انا عملته، الطماطم والبصل كل ده بيديني شوربه جميله ومميزه. كده تمام بقى، هغطي عليهم ونكملوا سوا ونحق بعد ما تستوي ان شاء الله.